Hi everyone. Today we are talking about present perfect tense. Let's start with fun question. Have you ever eaten sushi? هل انت عمرك اكلت سوشي؟ عايزه اقولك ان الجمله دي في زمن المضارع التام present perfect tense، وده اللي هنتعلمه النهارده بطريقه سهله جدا. Let's start. اول حاجه هتكلم فيها هو الفورم، التكوين بتاع زمن المضارع التام، وده بيتكون من السبجكت وبعدين have او has وبعدين الباست participle اللي هو الفعل في التصريف الثالث. يبقى انا بقول فاعل have او has والتصريف الثالث. For example, I have lived here for 5 years. انا عايش هنا من 5 سنين. خد بالك كمان ان الاي او الوي او الزي او يو او اي plural noun فدولت بياخدوا have، اما الهي والشي والات او اي singular noun فدولت بياخدوا has. تاني حاجة اليوزج بتاعت زمن المضارع التام، الاستخدام بتاع زمن المضارع التام. أول حاجة للتعبير عن حدث منذ فترة قصيرة، حاجة لسه حاصلة من فترة صغيرة. They have just arrived home. لسه واصلين حالا، يبقى الحاجة حصلت من فترة صغيرة. كمان بستخدمه للتعبير عن حدث في الماضي وما زال له أثر، حاجة حصلت في الماضي وليها أثرها في الوقت الحاضر. For example, I have lost my key. أنا ضيعت مفتاحي، والأثر اللي عليا في الحاضر إن أنا مش عارف أفتح الباب. كمان للتعبير عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الآن، حاجة حصلت في الماضي ومكملة لحد دلوقتي. For example, he has lived here since 1995. هو عايش هنا من سنة 1995 ومكمل. الحالة الرابعة للتعبير عن حدث في الماضي دون تحديد وقت حدوثه، حاجة حصلت في الماضي وأنا ما ذكرتش هي حدثت إمتى. For example, I have visited my uncle. لقد زرت عمي، ما قلتش زرته إمتى. خامس حاجة للتعبير عن حدث أسرع مما تتوقع. فازر بيقول don't forget to iron my shirt. ما تنساش تكوي قميصي. راح الابن في لحظتها قال له I have already ironed it. أنا بالفعل كويته. ثالث حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي النفي، النيجاتيف. أنا بنفي إزاي في زمن المضارع التام؟ هقولك إن أنا بضع النوت بعد have أو has، وكمان ممكن أحط اليت في نهاية الجملة للتأكيد. هبة hasn't done her homework yet. هبة ما عملتش واجبها لحد دلوقتي. They haven't visited أسوان. هم ما زاروش أسوان. رابع حاجة هنتكلم فيها النهاردة هو السؤال. هقولك إن أنا عندي نوعين من الأسئلة، السؤال بيس أو نو اللي إجابته بيس أو نو فهو معنى هل، وده بيبقى خطواته have أو has، وبعدين السبجكت وبعدين الباست participle have أو has والفاعل والتصريف الثالث. For example, have you ever traveled to Paris؟ هل أنت عمرك سافرت إلى باريس؟ يبقى أنا جبت have والفعل في التصريف الثالث traveled. Yes I have. نعم أنا سافرت. أما النوع التاني من الأسئلة هو السؤال بكلمة استفهام، وده خطواته أداة استفهام have أو has والفاعل والتصريف الثالث. For example, how long have you lived here؟ كم المدة اللي انت عشت فيها هنا؟ I have lived here since 2015. أنا عايش هنا من. خامس حاجة هنتكلم فيها النهاردة هي الكلمات الدالة، الكي ووردز. تعالوا نقول مع بعض ever never just already yet to since for recently lately up till now. تعال نقولهم بقى بالظبط كده. ever يعني من قبل، never يعني أبدا، just يعني حالا، بالفعل يعني already، yet يعني حتى الآن، since يعني منذ، for يعني لمدة، recently يعني حديثا، lately مؤخرا، up till now حتى الآن. يبقى نقولهم كده أغنية مع بعض ever never just already yet to since for recently lately up till now. هقولك بقى ان انا بستخدم ever في زمن المضارع التام لما اجي اسال بهل بمعنى من قبل، وده في السؤال عن خبرة سابقة. have you ever been to the desert؟ هل انت عمرك سافرت او رحت للصحراء؟ يا اما تقول لي yes I have يا اما تقول لي no I haven't. كمان عايزه اقولك ان انا بستخدم never مع زمن المضارع التام بس بيعبر لي عن صيغة النفي، للتعبير عن عدم وجود خبرة سابقة. he has never ridden a camel and he has never seen the sea. هو ولا عمره ركب جمل ولا عمره شاف البحر. كمان بستخدم كلمة for بمعنى لمدة ويجي بعدها المدة المحددة التي استغرقها حدوث الفعل. زي ايه مدة محددة؟ زي ما اقولك for 2 days لمدة يومين،
for 3 weeks لمدة 3 أسابيع، for 1 month، for a long time، for an hour، for long، for the last. كل ده ممكن استخدمه مع كلمة for، زي I have lived here for 7 years. أنا عايش هنا من 7 سنين. أما كلمة since فدي معناها منذ، ودي بيجي بعدها تعبير زمني يدل على بداية حدوث الفعل، زي مثلا سنة ماضية 2024، أو شهر من شهور السنة، أو يوم من أيام الأسبوع، أو since last week، since yesterday، since then. أو since بيجي بعدها جملة في زمن الماضي البسيط، زي since she went abroad، منذ هي سافرت للخارج. take care. خلي بالك من النصيحة اللي هقولها لك دي دلوقتي. خلي بالك ان الفاعل بيجي بقى لما بيجي بعديه have او has been to وبعدين المكان، ده معناه ان هو ذهب وعاد، راح ورجع. زي I have been to Paris 3 times. انا سافرت ورجعت من باريس 3 مرات. I want to go there again. انا عايزه اروح هناك مرة اخرى. يبقى هو راح ورجع. اما لما اجيب لك السبجكت وبعدين have او has gone to والبليس والمكان، فمعناه ان هو ذهب ولم يعد بعد. ذهب ولسه ما جاش، راح ولسه ما جاش، لحد دلوقتي في مكانه. احمد has gone to the club. you can join him there now. انت تقدر تروح له دلوقتي، يبقى هو لسه موجود في النادي. تمام، خلي بالك منها، دي ملحوظة مهمة جدا. كمان خد بالك ان الهاف اختصارها apostrophe ve والهاز اختصارها apostrophe s. now it's your turn. دلوقتي جه دورك. write one sentence using the present perfect tense in the comments. اكتب لي جملة باستخدام زمن المضارع التام في التعليقات. عاوز اقولك كده خلصنا، ودلوقتي ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي.